يا ابني ارحمني بقى وشوف لنا حاجة تانية توصلنا. في ايه يا ميزو؟ انت متضايق ليه؟ هي بلبلة عملت لك حاجة؟ بلبلة؟ بلبلة مين؟ بلبلة اللي احنا راكبينها حمارتي. اسمها بلبلة. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مش لازم كنت اختار لها اسم يناسب رقتها وجمالها. لا حساس يا مجدي الصراحة. بعد اذنك بقى انت والانسة بلبلة نزلني. انا حاسس ان انا هقع. ايه انسة دي؟ انت ما عندكش نظر؟ مش شايف الدبلة اللي في ايديها الشمال؟ ايديها ايه يا اخويا الشمال؟ ودبلة ايه دي ان شاء الله؟ الرجل الشمال اللي قدام دي هتلاقي فيها اسوره. اصل ما لقيتش دبلة مقاسها. وانت بقى جوزها ولا ايه؟ ما اسمعكش عتريس كان جاب اجلك؟ مين عتريس ده راخر؟ عتريس ده جوزها، وهو بقى اللي جاب لها الشبكه ديت. ايوه رحت انا وهو نشتريها، هو بقى اللي اختارها. بس عتريس ده شكله بخيل قوي الصراحه يا مجدي. وهنا الحماره اتضايقت قوي فمشت بسرعه وكانت هتوقع مازن. معلش يا بلبله ما تزعليش، مازن مش قصده. انت ازاي يا مازن تغلط في جوزها كده قدامها، تزعلها وتجرح مشاعرها الرقيقه؟ ينفع كده؟ يا خبر ابيض، هو انا عملت كل ده؟ لا اخص عليا بجد. انا اسف يا مدام بلبله، ما كانش قصدي. انا بس استغربت لما لقيت الدبله فضه وانت قيمتك دهب. معاك حق، بس بلبله دي بنت ناس، بنت اصول. قدرت ان عتريس على قده، وقفت في ظهره ورضيت بالفضه. يا سلام، هي دي الزوجه الصالحه يا مازن. روح يا مجدي يا ابن عمي محمد، ربنا يرزقك بواحده زيها بالظبط. وانا ساعتها اللي هكتب كتابكم بنفسي، وهبقى اول مأذون يكتب كتاب حمار وحماره. لا كده كتير، لاحظ انك بتغلط فيا كتير يا مازن، وانا ساكت عشان انت اكبر مني. بغلط فيك خالص، ده انا عايزه اوجب معاك، ده انا بدعي لك ربنا يرزقك بزوجه زي بلبله. افهم. يا ريت، بس ما فيش زيها يا صاحبي. وهنا سرح مجدي، فالحمارة سرحت ونزلت على الترعة. حاسب يا عم الحساس، هنقع، حاسب. هو المأذون اتأخر كده ليه؟ كان بيتكلم والد العروسة وكانش طايق أبو العريس. مش مجايبك لازم يتأخر يا أخويا. تقصد إيه يعني؟ مالها يعني مجايبنا؟ دخل واحد من قرايب العروسة. المأذون وصل يا جماعة. دخل مازن ومجدي والكل أول ما شافهم اتصدموا. شايف بقى ليك هبه ازاي؟ اول ما دخلت يا مازن الناس كلها سكتت، قاموا وقفوا احتراما ليك. ولسه اصبر بس يا مازن. احتراما ليا؟ انت متاكد ولا خوفا من شكلي؟ فاتكلم ابو العريس. ايه ده؟ مأذون ده ولا غطاس مجاري؟ مش بقول لكم مجايبكم مجايب تعر؟ ايه يا حاج مالك بتبص لي بقرف كده ليه؟ انا مش معفن والله، بس بلبله وقعت بينا في الترعه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. هدي اخرة السكة البطالة والحريم. حريم ايه يا حاج؟ دي حمارة، انت هتسيح ليه على الفاضي؟ استغفر الله العظيم، احنا بتوع الكلام ده برضه؟ انت بتعلي صوتك عليا. شايف يا ولدي، هي دي مجايب اهل عروسك. مالها مجايبنا؟ هو انت كنت طول تناسب من عيلتنا اصلا؟ ليه؟ هو انتوا ملوك ولا حاجة؟ احسن كمان والله. خلاص عشان ربنا كرمكم ووافقنا عليكم هتفتروا. قصدك ان احنا قليلين في البلد بقى ولا ايه؟ يا جماعه صلوا على النبي واهدوا واقعدوا. خلينا نكتب الكتاب، بس امانه عليكم اي حد يجيب لي شويه ميه يغسل وشي من الطين، او يعني ممكن استحمى اكون شاكر جدا. وانت جاي لنا جربان من بيتك بقى عايزنا ننضفك. في ايه يا حاج؟ انت قارش ملحتي ليه من ساعه ما شفتني؟ وقلت لك الحماره وقعت بينا في الترعه، هدومي ووشي اتبهدلوا، عايز اغسل وشي يا ناس ولا اكتب الكتاب بطيني؟ معلش يا حضرة الشيخ، خد يا ابني الشيخ خليه يغسل وشه. غسل مازن وشه وقعد وابتدى يتكلم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الزواج لازم يكون فيه مودة ورحمة وتسامح. نصفي نيتنا عشان ربنا يكرمنا، وينفع بقى بلاش نقرش ملحة حد. يلا بسم الله. البطاية لو سمحتم بقى، واي حد يمليني البيانات، وحد بس يدخل العروسة خلينا بقى يسألها ونشوف شغلنا. لحظة بس يا شيخنا، احنا لازم في الاول نحط النقط على الحروف ونتفق. انا عايز اعرف هتدفعوا كم مهر وكم مقدم وكم مؤخر، وهتجيبوا بكام شبكة عشان يبقى على نور. ايه ده؟ هو انتم لسه هتتفقوا؟ ايه يا عمي، ما احنا خلاص اتفقنا. لا انا الاتفاق ده يا ابني مش عاجبني، انا بنتي مش قليلة عشان تدفعوا فيها كده. يا عم احنا اهل ومفيش بينا الكلام دوت. الحق ما يزعلش حد. شوف بقى هتجيب ب50,000 دهب
وهتدفع 50,000 مهر وزيهم مقدم. وهنا أبو العريس مسكتش. ليه؟ هي كانت جورجينا. وهنا مال مازن على مجدي. هو أبو العريس عارف جورجينا كمان؟ وبنتي تفرق ايه عن جورجينا؟ بنتي ستها. شكلك بتأفور يا حاج. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ لا انا بقول جورجينا ايه، اكيد هيتعمل لها اكتر من كده، يعني اكيد يعني كريستيانو هيدفع اكتر يعني من 150,000 يعني. معك حق يا شيخ، وبما ان بنتي ستها يبقى هما يدفعوا 200,000 جنيه. وهنا اتكلم العريس. يا عمي بنتك ست البنات كلها، مش بس الست جورجينا، بس انا يعني اللي مش كريستيانو. وهنا رد مازن. يا راجل انت بتقلل من نفسك كده ليه؟ هو كريستيانو ويجي جنبك حاجة؟ تعيش والله يا عم الشيخ. قصر الكلام، هتدفعوا 200,000 هنكتب الكتاب، غير كده لا. هو انت عمال بتتنك كده ليه يا بنت؟ بار ديل ومين دي اللي هندفع فيها 200,000 جنيه؟ بنتك بايرة. لا 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 يا جماعة صلوا على النبي يا جماعة، ما ينفعش كده، عيب يا حاج تغلط في كده، دي سمعة بنت برضو. سمعتها؟ انت بتغلط في سمعتها؟ هو انت حضرتك مندهش ليه وبتسأل كده ليه؟ ما هو غلط قدامنا كلنا. هي حصلت تجيب سيرة بنتي على لسانك، وكمان كلامك ده يطير في رقاب، اعلى ما في خيرك اركابه. يا حاج انت مستبيع كده ليه؟ قوله معلش صلى على النبي، ده كاتب كتاب ابنك برضو يا حاج. وانت مالك يا عم الشيخ؟ وبعدين اصلا النسب ده مش من مقامنا. ابو العريس قال الكلمتين دول قام شعللها المأذون. يعني انت كده تقصد ان الحاج الامير السكارة هو بنت مش مقامكم؟ لا 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 يا حاج، لا ما ينفعش كده ابدا. بقى انا وبنتي مش من مقامكم يا ابن حرامي الفراخ. انا ابويا حرامي فراخ يا ابن حرامي الجواميس. ده انت بتغلط في ابويا. طب تعالى لي بقى. وبعدين بقى اللي حصل يا مازن؟ بالراحة يا منى بالراحة. انا اخر حاجة فاكرها قبل ما الراجل ينزل بالشومة على نافوخه ان ابو العريس كسر كرسي على دماغ ابو العروسة. بلطجي اوي الراجل ده ابو منى. قامت العروسة ما سكتتش، خرجت وكسرت الترابيزة على دماغ العريس. بإيدك، خف ايدك شوية منها. يعني انت رايح تكتب الكتاب تقوم تقلبها مذبحة يا مازن؟ خف ايدك. هو انا عملت حاجة؟ ده انا اكتر واحد انضربت. وبعدين اصلا انت مش فاهمة يا غبية، كان في خلاف قديم بين العيلتين. اصل جد العريس حرامي الفراخ. ايوه، كان سارق فرختين من عشة جدة العروسة. قام جد العروسة راح اخد جاموسة من الزريبة بتاعتهم. ايوه عشان كده بيقولوا عليه حرامي الجواميس. بالظبط. ميزو يا ميزو، عاوز ايه يا مجدي يا فقر؟ ايه خناقة تاني؟ هو انا برضو بجيب لك خناقات؟ ده فرح كاتب كتاب تاني. لا انسى، انا مش متحرك من هنا النهارده حتى لو كان كاتب كتاب بنت المحافظ. انا واخد 10 غرز في دماغي غير الروسيات والكدمات اللي في وشي. يا عم انت مش هتتحرك، هما واقفين بره. طيب ما تخليها بكره اكون فقت شويه، وبعدين دلوقتي الوقت اتاخر قوي يا مجدي. قلت له بس هما مصممين يكتبوا الكتاب دلوقتي. يعني روح هاتي لي مسكن يا منى. حاضر. دخلهم وامري لله. بس استنى، اتصل بالنقطه ولا بأقرب اسم يبعتوا بوكس يركن قدام البيت. لو اتأخروا جوه اكتر من نص ساعة يدخل يعتقلهم كلهم. يا عم بوكس ايه ده؟ عيلتين دول اطيب عيلتين في البلد كلها. اطيب عيلتين، ربنا يستر. وهنا دخل 5 رجال ومعاهم 6 وطفلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. معلش يا شيخ ميزو قلقناك. ميزو؟ ايوه، ابو علي والست ام علي قالوا ان اسمك ميزو. ايوه يا عم الحاج، انا الشيخ ميزو تحت امركم. الامر لله يا ابني، احنا بس عايزين نكتب كتاب ابننا على بنت عمه. معلش يا مجدي هات الدفتر. لا مش لازم دفتر. ازاي يا حاج؟ لازم دفتر طبعا عشان نسجل الجوازة. ما احنا مش عايزين نسجلها اصلا ما ينفعش ليه يا حاج؟ اصل العروسة مش معاها بطاقة. طب بسيطة يا حاج، خلي ابوها ياخد شهادة ميلادها وياخدها ويروحوا ويعملوا بطاقة سهلة يعني، وبعد ما تطلع هنكتب الكتاب على طول.
ما هو مش هينفع يا شيخ ميزو. ليه يا عم الحاج؟ عشان العروسة لسه صغيرة. هي العروسة هي اللي موجودة هنا دي؟ ايوه هي. وهنا مازن بص للست اللي كانت واقفة وبيشاور عليها. طب ما هي مش صغيرة، هي يعني ممكن تعمل بطاقة عادي يعني. عروسة ايه يا شيخ؟ دي مراتي. مراتك. طب هي فين العروسة؟ طيب العروسة هتبقى بنتي اللي قدامك دي. وهنا مازن اتصدم. هي فين العروسة؟ لا مؤاخذة انا مش شايفها. ما هي قدامك اهي. ايه انت تقصد العيلة الصغيرة دي هي العروسة؟ طيب وعريسها خرج من المدرسة ولا جايبينه من الفسحة؟ عريسها ما هو قدامك اهو يا شيخ. لا انت كده اتجننتوا بقى. عيالة صغيرة اتجوزوها شحط، دي ما كملتش 11 سنة. لا ما هو دكتور الواحدة سننها وقال 12. 12 حلو. تقوموا تجوزوها للسوبر جيت دوت. ده قد ابوها يا عم الحاج. ويعني ابن عمها وهو اولى بيها من الغريب. ايوه وجايين لي انا عشان اكتب لكم عقد من غير توثيق لانها اقل من 18 سنة مش كده؟ الله ينور عليك يا شيخ ميزو، فهمتني. الهي قبركم يبقى ضلمة يا علم يا جحدة. انتوا مجانين ايه؟ محدش فيكم اتفرج على مسلسل القاصرات بتاع الاستاذ صلاح السعدني؟ محدش شاف ملك احمد زاهر حصل الله ايه في المسلسل ده؟ انا اختي شحطة عندها 24 سنة زي الدولاب. كل ما يجي لها عريس او لسه صغيرة. انت عايز بنتنا تبور بقى ولا ايه؟ عارف يا راجل انت لو ما طلعتش بره انا هقور دماغك زي الكوسة واجيب لك الحكومة وجمعيات حقوق الطفل يجرجروك على السجن تاخد اعدام. ليه؟ واحنا بنعمله ده حرام؟ طالما فيه ضرر على الانسانة دي يبقى حرام. ايه فين الحلال فيه؟ امشي اطلع بره بدل ما اطلع قرف اليوم كله عليك. معاك حق يا شيخ، انا مش هخلي بنتي تتجوز يا ناجي، دي لسه عيلة. الله يبارك فيك يا ست الكل، شكلك كده اتفرجت على المسلسل. ميزو يا ميزو قوم بسرعة يلا. يخرب بيت استباحتك الفقر. في ايه يا وش المصايب؟ ما انا مش كفاية البومة اللي عايش معاها، عايز ايه مني تاني يا مجدي؟ ما تقلقش مش كاتب كتاب المرة دي طلاق، لا ومش طلاق واحد، دول 2. يا حلاوة اخبارك. قوم يلا يا ميزو عشان نلحق بقى نروح لهم قبل ما يولعوا في بعض. يولعوا ايه يا اخويا؟ ليه يا وش السعد؟ اصلهم سلفتين في دار عيلة وضربوا بعض وكل واحدة فيهم طالبة الطلاق. هغير واجي معاك وامري لله. غير هدومه ونزل راح ناحية البيت، واول ما دخل البيت لقى عصاية كانت هتيجي على دماغه تقصده بالصين. اللهم صل على النبي. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ تعالى يا شيخ ميزو جيت في وقتك، انا عايزة اتطلق. ده انا اللي عايزة اتطلق عشان اخلص منك. تخلصي مني انا؟ ده اللي عايزة اخلص منك ونوشك العكر. اهدي طيب يا جماعة اهدوا بقى كده. طيب خدي. قامت قلعت الجزمة والتانية ما سكتتش، قلعت البلغة اللي في رجليها ونزلت ضرب. بس مين اللي كان بيتضرب في النص؟ كان مازن. حسبي يا ولية ابعدي عني. يا بنت انت فين جوازاتكم؟ احنا هو يا شيخ ميزو امانة عليك شوف لنا حل، احنا مش عايزين البيت يتخرب بسبب خلاف بسيط. لا حول ولا قوة الا بالله. طب في يعني ايه اسباب الخلاف؟ انا هقول لك يا شيخ ميزو، الست دي دخلت عشة الفراخ بتاعتي وسرقت البيت. ايه المشكلة؟ ما انتوا عايشين في بيت واحد. لا في مشكلة، لان كل واحدة ليها عشة وده اسمه طمع وغيرة. هي غيرانة عشان فراخي بتبيض وفراخها لا. معلش يا ستي حاصل خير، انتوا اهله برضو. لا انا مش ممكن اسكت، دي واحدة حرامية، دي ممكن بعد كده تيجي تخطف عيل من عيالي. انت ايش دراك يا ست؟ عيل من عيالك ايه؟ هو انت عيالك بيض مش هتعرفي تفرقي ما بينهم وبين عيالها يعني؟ وبعدين حل المشكلة دي بسيطة جدا، جوزها يدفع لكم حق البيض. لا انا مش بقبل العوض. امال انت عايزه ايه؟ حقي انها تتطلق وتترمي بره البيت، والا انا اللي هتطلق. بعد ساعتين من الاقناع كان مازن خلاص جاب اخره من الست. ما بس بقى يا وليه، هو كان بيت دهب. اقول لك على حاجه، انت مش لازم تستني ان جوزك يطلقك، انا بنفسي اللي هطلقك نيابه عن جوزك. بعد اذنك عم ربيع. خد راحتك يا شيخ ميزو، انا وانت واحد. غوري على بيت اهلك، انت طالق ب3 طلقه بلا رجعه. ده يلا ترجعك غوري جاتك القرف. وانت يا عم ربيع ولا يهمك طلاقها، مكسب النهارده والله، النهارده عيد يا رجاله. بعد مرور اسبوع قضاها مازن ان هو يتاقلم مع القريه، وفي صباح يوم جديد صحي مازن وخرج عشان يتمشى شويه،
وركب بلبلة، وده كان آخر ليه يوم كمأذون زي ما قالوا العمدة بالظبط. مشي في شوارع القرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ميزو؟ اهلا يا ابو علي. اخبار الحمام ايه؟ طلع برشتين فلفل احلى مش كده؟ ايوه يا شيخ ميزو، تسلم على نصيحتك. صباح الخير يا ابو خليل. برق ليا، انا عارف انك عايز تجوز خليل بنت عمو، بس اصبر شويه لحد ما البنت تكبر، وبلاش عيون التنين اللي هتطلع شرار دي. اوعى تكون هتستناني وانا راجع وتعلم عليا. صباح الخير يا عم ربيع. صباح الخير يا شيخ ميزو. ها، ايه الاخبار؟ اتربت ورجعت البيت تاني لوحدها وماشيه زي الالف. شفت نصيحتي بقى؟ تسلم يا شيخ ميزو والله. صباح الخير يا عم دكروري، يا ابن الحرام الفراخ. لا بهزر معاك. ها، صلحت انت وابن حرام الجواميسي. يا عم بلاش تبرقني كده، ايه بتخض والله. يا شيخ ميزو، وباذن الله كاتب الكتاب هيبقى الاسبوع الجاي. ايوه كده يا راجل، الصلح خير برضو. بعد اللفة اللي عملها ميزو رجع لبيت عمه، لقى راجل وست عندهم 80 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت الشيخ ميزو مش كده؟ ايوه جدي، تحت امرك. كنا عايزينك تكتب لنا كتابنا. كاتب كتاب مين لا مؤاخذة؟ كاتب كتابي انا والست زهرة. بصله متنح وقعد يضحك. انت مش شايف انك اتأخرت شوية؟ مش كتير، بس اعمل ايه، كنت بكون نفسي. طيب ومدام زهرة عيالها عارفين؟ مدام ايه يا انسة لو سمحت؟ معلش يا لسه حقك عليا. طب وكيلك مش موجود ولا مش موافق على الجوازة؟ معلش لازم يوافق، مش هينفع واحدة زيك في ريعان شبابها تتجوز من غير وكيل. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله يا أنسة. معلش. ونعم بالله. الله يرحمه بابا اتخطف في عز شبابه. يا ستير يا رب. هو مات امتى؟ من شهرين بس. لا واضح انه اتخطف، ليكي حق تزعلي. مات قبل ما يقفل القرنين. بس حقيقي انا مبسوط بيكم جدا. صحيح ابن الحلال بيسعى وبنت الحلال بتستنى. يلا بقى نلحق نكتب الكتاب واكلم الوحدة يطلعوا التصاريح. ميزو يا ميزو، عايز ايه يا ابو ادم السعد؟ المأذون الجديد جات له سكتة قلبية ومات، والعمدة بلغني اقولك انك هتفضل هنا شوية لحد ما يشوفوا المأذون التاني. بقولك ايه يا مهدي، انت تبلغ العمدة يبلغ المسؤولين بدل ما تجيبوا مأذون. انا خلاص لبستها وهجوزك اختي بالمرة. اهي بومة وانت نحس تخلفونا غربان صغننة، وانا بقى بفكر اكتب مذكراتي واسميها يوميات المأذون المؤقت في القرية. ايه رأيك؟ ولحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصة جديدة، والوصل بينا لاخر الحلقة. يا مشترك القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.